معقولة يا اثيوبيين تكفلوا حدودكم مع السودان؟ دي قوتكم؟ احنا قلنا اثيوبيا اخت بلادي. مصدر عسكري سوداني قال للجزيرة إن ميليشيات إثيوبية شنت قصفا متواصلا على القوات السودانية منذ مساء الأربعاء إلى صباح الخميس بعد يومين من التهدئة. في الموقف الرسمي الإثيوبي حرص على تجنب التصعيد أظهره رئيس الوزراء أبي أحمد الذي اتهم جهات لم يسمها بالسعي لتشويه علاقات حسن الجوار التاريخية بين بلاده والسودان، وقال إن حكومته عازمة على إيقاف الاشتباكات في المناطق الحدودية بشكل نهائي وحاسم. ممكن يقود لحاجات تانية، ممكن يقود لتقسيمات، ممكن يقود لحرب شاملة. الحاجات دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في قناتكم مفهوم منشورة. معكم عماد زيدان. وعدتكم ان احنا هنجيب تقرير بنوضح فيه اثيوبيا عملت ايه مع الشعب السوداني، وازاي قفلت المعابر بتاعتها، وازاي ما بتستقبلش حد من الشعب السوداني، واتضح ان اثيوبيا مش اخت بلادي ولا حاجة، والوحيد اللي بيستقبل الشعب السوداني هي دولة مصر. هنشوفوا دلوقتي تقرير مهم جدا جدا الشعب السوداني بيقول فيه لأثيوبيا احنا وقفنا معاكم في سد النهضة، وقفنا معاكم في كل شيء، وانتوا دلوقتي سبحان الله الاحداث الدائرة دلوقتي في السودان وضحت مين اللي بيقف مع الشعب السوداني ومين اللي بيسانده ومين اللي بيبيعه في اقرب وقت، واتضح فعلا نوايا كل دولة. تعالوا نشوف التقرير ده مهم جدا جدا، اوعى حد يفوته. كان معكم عماد زيدان، قناة مفهوم منشورة، ولو ما عملتش لايك اعمل لايك، ولو ما اشتركتش اشترك، ويلا بينا نشوف التقرير. معقولة يا اثيوبيين تكفلوا حدودكم مع السودان؟ دي قوتكم؟ احنا قلنا اثيوبيا اخت بلادي، وقفنا معاكم في اي حاجة، وقفنا معاكم في الدم، وقفنا معاكم في سد النهضة، وقفنا معاكم في الدريف. دي اخرتها تكفلوا حدودكم، دي اخرتها تكفلوا حدودكم. خلوا الحرب دي تنتهي بس، او مؤسسة الحلاقة دي اللي تحلقوها. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر اخت بلادي. يعني اثيوبيا اخت بلادي قفلت اثيوبيا حدودها معاكم ليه؟ المصريين فتحوا لكم بلدهم وديارهم، ومصر تعالج السودانيين، ومصر فيها 5 مليون مواطن سوداني، ومصر هي التي تمد السودان بالمواد الغذائية وغيرها وغيرها، والآن تفتح بلادها للسودانيين. تحيا مصر، مصر والسودان دولة وحدي، ومصر أخت بلادي. اقسم بالله العظيم يا السودان نحن ما دارين لك الدمار ده والله. شايفين الدمار؟ شايفين الدمار يا ناس؟ اقسم بالله يا سودانيين نحن ما دارين الدمار ده الدمار. يعني طلق دي يعني جاي قتلوا اصحابي وكلهم، يعني السنه ذاتي ما قادر نرجع البيت، ما عارف نعمل شنو. جيت هنا، جيت ما عارف، جيت لي بيت ناس صاحبي بيجي ده هو دمار والله، دمار زي الدمار. اقسم بالله احنا السودان ما دارين الا زي ده والله. والله يا سودانيين احنا ما دارين لهم زي ده اقسم بالله. والله ضرب زي الضرب، دهانات تخش في البيوت والله، والله خش في بيوتنا. اقسم بالله السودان ما دارين الا زي ده والله. ثانيا، أهم الدول مصر فوق السودان أو في شمال السودان. هناك تداعيات كارثية ستكون على مصر، كما قال بعض المحللين السياسيين بأن هناك موجات لجوء ستذهب إلى مصر، في حين أن مصر تحتوي من 5 إلى 7 ملايين سوداني. هذا الأمر الذي أقره البعض الآخر. من طرف آخر إثيوبيا وجنوب السودان، الصراعات الدولية تجعلنا ننظر إلى هذه الدول بأنها دول ربما تصبح أو تشارك في هذا الصراع أو تستفيد من مخرجات ذلك الصراع. أثيوبيا بدأت تلعب على وتير القبائل والعلاقات القبلية ما بين قبائل جنوب السودان وما بينها، من أجل محاولة الاستفادة اقتصاديا من هذا الصراع بضم هذه القبائل وهذه المناطق إليها وتوسيع رقعة أثيوبيا بشكل أو بأكبر. جنوب السودان يحاول الاستفادة من نجاح تجربته بأنه الدولة السودانية التي تنجح بشكل كبير والتي تستطيع أن تقيم دولة، في حين أن شمال السودان الذي لم يريد الجنوب بشكل أو بآخر هو الآن
كبر جامع بلال يا مكانات. هذا الشغل ذاته. خرطوم بقت مناطق عمليات شفشفة ثقيلة. على الأرض فإن الهدنة الخامسة قد تم خرقها عدة مرات منذ الساعات الأولى لسريانها في اليوم الأول من خلال اشتباكات وقعت في عدة مواقع من العاصمة، خصوصا في منطقة وسط الخرطوم في السوق العربي، وكذلك في أجزاء من مدينة بحري، إذ لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة كافوري بالخرطوم بحري. كما أن هنالك اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجيش والدعم السريع في الريف الجنوبي لمدينة أم درمان، وكذلك في المدخل الجنوبي لمدينة الخرطوم في منطقة جبل أولياء. هذه المنطقة التي توجد فيها قاعدة عسكرية تتواجد فيها قوات كثيفة للدعم السريع كانت تسيطر خلال الأيام الماضية على هذا المدخل المهم والاستراتيجي لمدينة الخرطوم. لكن هذه الاشتباكات بحسب طبعا الاتهامات المتبادلة تقول الدعم السريع أو تقول قوات الدعم السريع بأن قوات من الجيش قد هاجمت هذه المنطقة، كما يعني تتهم القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بممارسة هذه الخروقات في كل مرة تتم فيها الموافقة على هدنة في الخرطوم وفي بعض المدن الأخرى. أهم اتهام هو من قبل الجيش لقوات الدعم السريع بأنها قد قامت بإطلاق النار على طائرة إجلاء تركية، وقد نشر الجيش بالفعل قبل قليل صورا يقول بأنها للطائرة التركية المصابة بعدة رصاصات وقذائف لمضادات الطائرات. تمت إصابة أجزاء واسعة من جسم الطائرة خصوصا في منطقة خزانات الوقود، وإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة، ويجري العمل حاليا على هل عرف طبيعة هذه الإصابة نتيجة إطلاق النار على الطائرة التركية؟ حتى اللحظة لا معلومات حول هذه المسألة، لكن هنالك عملية إسعاف تتم لأحد أفراد الطاقم الذي أصيب، وما إذا كان فعلا ستتم صيانة هذه الطائرة وبإمكانها المغادرة وهي على متنها الرعاية الأجانب من دولة تركيا. لكن إجمالا هذه الحادثة وهي الأولى من نوعها أن تتم إصابة إحدى الطائرات التي تعمل على إجلاء الرعاية الأجانب من منطقة وقاعدة وادي سيدنا العسكرية الواقعة في أقصى شمال أم درمان على مسار تدفق الرعاية الأجانب الذين ظلوا في استمرار لليوم السادس على التوالي في حالة الفرار من الخرطوم، سواء كان جوا عن طريق القاعدة العسكرية في وادي سيدنا أو سواء كان برا عن طريق الطريق الذي يربط بين مدينة الخرطوم إلى مدينة بورت السودان التي تكتظ الآن بآلاف من الرعايا الأجانب من مختلف الجنسيات الذين يسافرون برا أو بحرا عن طريق السفن الحربية والمدنية، خصوصا تتجه بدءا إلى جدة السعودية ومنها إلى وجهاتهم المختلفة. طيب مهند، بالحديث أكثر حول مبادرة الإيجاد التي لقت قبولا مبدئيا من قبل البرهان، ما جديد الأقاويل والتصريحات حول تلك المبادرة؟ يعني الجديد أن هنالك صعوبات ربما تواجه هذه المبادرة في مسألة التواصل مع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي. تقول بعض المصادر بأنه هنالك صعوبة في التواصل معه، لكن كلا الطرفين أبديا موافقة مبدئية على هذه المسألة، خصوصا مسألة تجديد الهدنة ل 72 ساعة قادمة، ولكن ها هي الأحوال تشير إلى أن الهدنة هشة كما سابقاتها من الهدن الأربعة السابقة. لكن بشكل عام لا حديث من الجانب السوداني والحكومة السودانية والجيش السوداني بشأن تأكيدات بالمشاركة في مفاوضات رسمية تستضيفها عاصمة جنوب السودان مدينة جوبا برعاية من الإيجاد، إذ أن القوات المسلحة السودانية تقول بأنه لا مجال للتفاوض مع من تسميهم بالمتمردين الذين خرجوا عن سيطرة الجيش السوداني، وبالتالي سيتم التعامل معهم عسكريا. لكن يأمل الكثير من الناس بأن تمارس ضغوط أكثر حتى على الأقل لوقف الاقتتال الدائر ويعني إيقاف الحرب حتى يتمكن الناس من التعاطي مع الأزمات المتصاعدة. بذكرك للناس يعني يعيش المواطن السوداني في أسوأ الأزمات الإنسانية، قطاع صحي متهالك وأيضا شح في المواد الغذائية الأساسية، حتى وصل الموضوع إلى عدم توافر مياه الشرب ولا حتى أيضا الكهرباء. هل لك أن تصف لنا الصورة أكثر مهند؟ صحيح صلاح، يعني المحطة
الرئيسية في مدينة بحري التي تمد المواطنين بالمياه لا تزال متوقفة عن العمل منذ الأيام الأولى لهذا الصراع. بالطبع معاناة كبيرة لسكان أحياء مدينة بحري. بعض الأحياء لا تزال الكهرباء فيها منقطعة منذ الاشتباكات، وحتى خلال اليومين الماضيين من خلال تأثر أعمدة الكهرباء بالاشتباكات التي وقعت في مناطق شمبات والحلفاية. فبالتالي معاناة كبيرة الآن تزداد تفاقما خصوصا في الأوضاع المعيشية، حيث أن صفوف الخبز الآن نشاهدها تزداد فيها الطوابير يوميا، صعوبة كبيرة في الحصول على الخبز في هذه الأيام. حتى البدائل الأخرى للخبز التي يتم صنعها في المنازل تتعذر الآن بسبب شح الدقيق وارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. حتى حركة الهروب والنزوح الداخلي من الخرطوم نحو المدن الأخرى الآمنة من قبل النازحين من مدينة الخرطوم تواجه صعوبات عدة في ظل شح وانعدام الوقود. صحيح بعض المحطات بدأت تعمل منذ الأمس ولكنها تشهد ازدحاما غير مسبوق، كما أن سعر الوقود في السوق السوداء لا يستطيع الكثير من الناس شراءه بهذه الأسعار الخيالية. فبالتالي السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.